حان وقت الاسترخاء، أروح أبلبط في البول وأستمتع بالبحر واسترخي. خلاص مش عايز بقى هي هم، مش عايز أي نكد، مش عايز أي بتاع. أستمتع بالبول والبحر وكفاية مشاكل، كفاية. لما كنت بتتفرج على تيمون وبومبا زمان، ولما كانوا بيغنوا أغنيتهم هكونا مطاطا، فهمت دي معناها ايه ولا ما فهمتش؟ هكونا مطاطا يعني مفيش اي قلق، مش حط في بطنك بطيخه صيفي. اول ما اتفرجت عليه قلت ايه الهبل ده، بس مع الوقت الحياه علمتني ان الكلام ده صح فشخ. النهارده انا جاي اكلمك عن ليه الكلام ده صح. استرخي وخليك في الطراوه، ويلا بينا نخش في الحلقه. معنى الكلمة دي كمان، وهي كلمة سواحلي، معناها مفيش مشكلة ومفيش قلق، الاتنين. قبل ما الناس تهاجم الفكرة، تعالوا بينا نخش في سيناريو. راجل مثلا حاول ينجح في حياته، فبدل ما ينجح في حياته راح فشل في حياته او لسبب ما. هل ده معناه ان القلق اللي كان بيقلقه كان مفيد بالنسبة له؟ راجل تاني حاول ينجح في حياته وما كانش بيقلق، فراح فشل في حياته. فهل القلق كان يؤثر في الحالة الأولى والتانية؟ الجبلاء مش هو ده اللي حمل المؤثر. المؤثر هو العوامل ومقومات النجاح الموجودة عند الرجلين اللي ما أهلتهمش إن هم ينجحوا. يعني إذا القلق لا هو عامل مؤثر بيخليك ينجح، ولا عامل بيخليك تفشل، بس بيوترك ويعمل لك توترات على الفاضي. يبقى ليه يبقى فيه قلق؟ بالذات اللي ممكن تقلق منه ده شيء مجهول او شيء مش معروف. تقلق ليه من حاجة مش مجهولة؟ ما تستكشف انت بنفسك. انت ممكن تقلق بشعور غير ارادي، بس ليه انت بقى تجبر وتقعد تفكر وتقعد تجبر نفسك على القلق بزيادة؟ تقلق عشان ايه؟ عشان كارير، عشان مستقبل شغل، عشان دراسة ما هي مش هتعبر اصلا على مستقبلك ولا كاريرك بشكل 100%. تقلق علشان ايه؟ في الاخر محدش ياخد منها حاجة، وفي الاخر مفيش حد منا هينجو من الموت. وفي الاخر لو حققت كل نجاحاتك في الدنيا وحققت كل النجاحات وبقيت اكبر ناجح في العالم، ده مش هينقذك برضو من الموت ولا هيديك الخلود. فقول لي تقلق ليه؟ تقلق ليه؟ ايه الشيء اللي عشان تقلق عشانه؟ يعني هتموت مثلا لو بقلقتش؟ وانت كده كده ميت. لو حصلت لك مصيبة او انت في مصيبة او انت في مشكلة، تقلق ليه برضه؟ ما هي خلاص المصيبة حصلت. او تقلق من توابع ليه؟ هيحصل ايه؟ القلق مش هيمنع حاجة في الاخر، بتحصل المصيبة. وبرضه ممكن نلتمس في العذر ان في ناس ما بيحبوناش نعيش الهكونة مطاطا. ناس كده من نوعية يا فوزي مش عارف ايه، ويبوظوا لنا الهكونة مطاطا. ما تسيبونا يا ولاد الاحبه نعيش الهكونه مطاطا، سيبونا الهكونه مطاطا مع نفسنا. نو وورز يا ولاد الوسخ. او لو مش عاجبكم خلونا احنا العالم بتاعنا لوحده هكونه مطاطا مع نفسنا، وانتوا العالم بتاعكم اللي تقعدوا تقلقوا فيه عشان نرتاح كلنا. لما يجي حد يسالني ايه يا مصادرك، ايه المصادر العلميه اللي بتؤكد الكلام بتاعك ده، اقول له لا سيبك من العلم ده عشان لازم تحسه. المصادر دي يعني مش كلام ملموس. اللي انا بقوله ده كلام محسوس. ما يهمنيش كلام العلماء ولا مصادرهم ولا ابحاثهم ولا اي حاجه. ساعات بحس اصلا ان في منهم بيجيبوا المعلومات دي من طيازهم. انا لو في عالم جه عشان ينتقدني ويقول لي المعلومات دي غلط، فاهم يعني ايه يقيمه عادي. فمحدش يثق في العلماء يا جدعان. انا المعلومات دي واخدها من بيومي صاحبي اللي بيحشش على القهوه، عمره ما بيقول حاجه غلط. انا اصلا لو طلبوني مناظره عشان اناقشهم، هو ده هيبقى رد فعلي ناحيتهم، لان هو اصلا بالنسبه لي عوالم ملهمش لازمه، مش علماء. تعال كده يا جدعان اقول لكم كلمتين بسرعه كده نصيحه. ولا خليها بكره. فيجي واحد يسالني يقول لي طب ايه هي مميزات الهكونه مطاطا؟ انا هقول لك تبقى فرحان ومبسوط
وزعلان ولا تبالي، وعندك بلادة وبرود غير طبيعي، وبتتنعنش لك الجي وتظبط لك الدي، وبتنشط الدورة الدموية وتقوية الركب وتنشيط الدورة الخرائية. واحد صاحبي اللي هو خميس صاحب بيومي اللي قال لي المعلومة دي كان عنده إمساك، عاش الهكونة مطاطا مبقاش عنده إمساك تاني. يعني دي تجربة يا جماعة، تجربة، سيبكم من العلماء والعلم. مفيش أي مشكلة هتأثر فيك، مفيش حاجة هتحور فيك، مفيش أسفلت هيتنطور فيك. ايه ده الشريط ده؟ عيوب الهكونة مطاطا زي ما انا قلت الشريط ممكن يسف. نو وري نو بروبلم يا رجالة. يعني مفيش مشاكل، مفيش توترات، مفيش ضغوطات. يعني نعيش كده فري نطير ونطفو زي ما انا طافي دلوقتي في المية كده. ناس تسألني ازاي نعيش الهكونة مطاطا وانا اجاوب. الحقيقة ان انا معرفش اقولك ازاي. الهكونة مطاطا شيء زي السعادة ما يضرش، ده شيء انت لازم تروح وتطبقه في حياتك وتستمتع بيه. ما فيش مشكلة يا جدعان، قللوا الاسترس بتاعكم يا جدعان، مارسوا الهوايات بتاعتكم، اتمشوا، اسبحوا، اعملوا اي حاجة، العبوا كورة، بحبوا تلعبوا كورة بلاش كورة، اي حاجة يا جدعان، العبوا بلاي ستيشن، اي حاجة، غطسوا راسكم في المية، عوموا على المية، وإلا ممكن ما تلاقوش الوقت اللي تستمتعوا فيه في حياتكم بعد كده. ممكن كل ده يعدي وينتهي بكم الحال في انكم ما تستمتعوش بحياتكم ولا يبقى ليها طعم ولا معنى، وتقعدوا تقضوها في توتر ومشكلات. فقال كل حاجة هتنتهي يا جدعان، فقال كل حاجة ملهاش معنى يا جدعان. الحياة كم حاجة مادية ملهاش أي 60 معنى. أنا بقول لكم أهو ملهاش أي 60 معنى. ابعدوا عن كل المشاكل، ابعدوا عن كل الخناقات، ابعدوا عن كل موترات الأعصاب. نظموا كل حاجة في حياتكم، نظموا الأوقات بتاعتكم، نظموا الأكل والشرب واللبس وكل حاجة، وخدوا دايما استرخاء ليكوا في اليوم. خدوا لكم دايما وقت في اليوم تخصصوه للهكونة مطاطا، تخصصوه انه لكم لازم تروقوا، عشان حتى ده كويس لنفسياتكم يا جدعان، كويس ان نفسياتكم تتحسن وتتظبط. والا هيجي اليوم وانتوا تقولوا ما عشناش حياتنا ليه، احنا ليه وصلنا لكده، احنا ليه عملناش كده. وفي الاخر يعني يا جدعان الخناقات مش حاجة جميلة، بتوصلكش لنتائج جميلة خالص. يعني حتى بص شوف الخناقات بتوصل لايه. وحاجة تانية اخيرة كنت عايز اقولها قبل ما اجي اختم الحلقة، ازاي تطبقوا الهكونة مطاطا. لما تفكروا تحتفلوا تنبهروا تفرحوا، افرحوا وخلوكوا وامشوا على مبدأ الهكونة مطاطا زي الراجل اللي في الفيديو ده. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب، لو ما عجبكمش شقوا على الفيديو.